كاين ضغوطات تاع اللوبيات محمد. لو تشوف زياش الموسم هذه ماشي لوبيات، هذه مسألة مازال ولا لوبيات ولا كيما وصل الى نصف نهائي كاس العالم. سوف أشاطر الأخ محمد قاسي سعيد لما تكلم عن اللوبيات، وأيضا الأخ ميدو لما تكلم عن الكواليس. ربما الكاف تستند كثيرا على ما قدمه المغرب في كأس العالم، لهذا نرى الكثير من اللاعبين المغاربة موجودين في القائمة، وربما أيضا والله غرائب وعجائب في ترشيحات الكاف لجائزة أفضل لاعب إفريقي. تخيلوا أنه لاعب مثل حكيم زياش في عام 2023 سجل 3 أهداف وصنع هدفين، 25 مباراة احتياطي، 10 مباريات غير مستدعى، 10 مباريات فقط كأساسي، مرشح لجائزة أفضل لاعب إفريقي. ماذا يعني هذا قاسي سعد؟ هذا يعني ان كاين ضغوطات تاع اللوبيات. انا اللي جايك يعني المعايير ديالهم هنا يقول لك المفروض اللي فاز برابطه الابطال هو اللي يترشح، ولكن الاتحاد فاز بكاس الكاف وفاز بكاس السوبر على من؟ على الاهلي. هنا راح يكون مشكل كبير، ولكن بحكم ان فريق الاهلي يعني فريق القرن وفريق كذا وفريق الكبير وفريق العملاق، نظن باللي راح يعطيوها الاهلي، ولو بالنسبه لي الاتحاد العاصمه اولى. مقولة المنطق هو لا منطق تنطبق على ما يجري، لأنه لو نستند على جوائز اتحاد العاصمة. السلام عليكم، كان هذا الفيديو ديال اليوم، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. تبارك الله عليكم، شكرا على المشاهده، وما تنساوش تدعمونا باللايك والبارطاج وتابوناو معنا بلاشين باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. شكرا على المشاهده، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. تبارك الله عليكم.